الزمالك بيفوز على سيراميكا 2-0 في مباراة رخمة. كابتن علي ماهر كالعادة بيقدم ماتشات قوية قدام الزمالك. الحمد لله ربنا كرمنا وفوزنا على فرقة رخمة. فرقة السنة دي هتقدم ماتشات قوية، معاهم مدير فني محترم زي كابتن علي ماهر. الزمالك النهاردة ليه كان لازم يفوز؟ الزمالك بيتعرض لحملة ضد المدير الفني بتاعه، ضد اللعيبة الجديدة كلها. حملة شرسة يا راجل يا مؤمن، ده انت متخيل اللاعب الجديد اللي اسمه شوكو بنزا؟ الناس بتحكم عليه من النهارده صفقه فاشله. الراجل لسه ما لعبش، يعني انت بتحكم على لعيب ازاي لسه ما لعبش؟ بالمناسبه اللعيب كويس والله العظيم. جوكو بنزا ده اتفرج عليه بعد 3 4 ماتشات جايين عجبك. صفقات الزمالك عموما كلها كانت مميزه النهارده. النجم ادم كايد، لعيب بص، الله اكبر على ادم كايد ده يا جماعه. اللمسه البسيطه ده، احنا كان عندنا جناح. آه، واحد يسكت احسن. برافو صفقات الزمالك الجديده، برافو. ولسه لما تنسجموا اكتر مع الفرقه تقدموا اداء عالي. شكر من عندي للنجم الماهر ناصر ماهر اللي صنع الفرق النهارده وسجل هدف في الدقيقه 84 في توقيت قاتل. خلاص المباراه رايحه للتعادل بقى، وايه كل اللي عنده حاجه هيقولها لجون ادوارد، يقول لك فرقه جون ادوارد خسرت. الفرقه الجديده بص بقى والله العظيم ما هيقوم لك امه تاني. وفي نهايه اللقاء محمد شحاته، النجم محمد شحاته بيسجل هدف من نص الملعب ولا اروع. الله اكبر عليك يا ابني، ربنا يحميك من العيال الاهلاويه اللي مش هيسيبوك. محمد شحاته لعيب جوكر، بيقدم المهام على اكمل وجه. قوي جريء، حاجه مميزه. لعيب مميز، ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات. الله هنأدي اداء مميز. الفرقه كل ما بيلعبوا مع بعض الشغل بيبان. جون ادوارد النهارده كان باين عليه التعب، وكان باين عليه الخوف. هزيمه النهارده كانت هتزعله جامد. كانت هتزعلنا احنا قبله طبعا، لان دي فرقتنا، ده نادينا. بغض النظر عن اللي حصل في الاخر من جماهير الزمالك والهتافات اللي كانوا بيهتفوا فيها للاعب السابق 25. يا جماعه احنا كنا بنزعل من ايام شيكابالا. يعني شيكابالا لما كان بيتقال قدامه هتافات صعبه جدا احنا كنا بنتضايق. مش هنيجي احنا النهارده نعمل كده، لا. خلاص موضوع وخلصنا، مش هنكرره احنا بقى. سيبه يا عم، اللعيب اختار طريقه، سيبه يلعب زي ما هو عايز. سيب بقى يا عم، شجع فرقتك بس. شجع فرقتك بس، مالكش دعوه. ما انت لما تتوقف 3 4 ماتشات انا مين هيشجعني؟ مش هستفاد حاجه ان انت بتروح تشتم لاعب. لا معلش. وبعدين عمالين نقول جماهير الزمالك غير جماهير الزمالك غير، نروح احنا نشتم لعيبه؟ لا، مش مقبول. روح شجع واستمتع بفرقتك ومالكش دعوه باي حاجه تانية. ان شاء الله اللي جاي لينا، وان شاء الله اللي جاي زمالك.